مفيش شك ان فيلم انترستيلر من الافلام اللي ممكن تغير حياتك، وفعلا غير حياة ناس كتير. الله اعلم بقى الاحسن ولا الاسوأ، بس عامة هو فيلم مؤثر. انت 3 ساعات بتشوف واحد بيسافر للفضاء وبيعدي من جنب كوكب زحل ومن جنب ثقوب سوداء وبيهبط على 3 كواكب الساعة فيهم بسنين على كوكب الارض. يقعد ساعة يرجع يلاقي بنته بقت قده، يقعد ساعة كمان يرجع يلاقي بنته قده مرتين. الكلام ده خطير. اولا هو كلام حقيقي مش خيال علمي، دي نظريات اينشتاين وصل لها وتم اثباتها علميا، وفي انجازات علميه وطبيه كتير مبنيه عليها. وثانيا كلام تقيل قوي على اي حد عنده ايمان او دين، كلام ممكن يجيب لك ارتباك فكري. كارل سيجن عالم ملحد كان قال مره قبل كده: انا مش فاهم ازاي الناس المتدينه سواء بالاسلام او المسيحيه او الاديان الشائعه، يعني لما يجوا يبصوا على العلم الحديث ده والنظريات دي، ازاي مش بيستنتجوا انه علم افضل او ادق او اعظم من الكلام البسيط اللي موجود في الاديان بتاعتهم. بدلا من ذلك يقولوا لا لا لا، الاله بتاعي صغير وعايزه يبقى كده صغير على طول، عاجبني. هو سيجن شايف ان العلم واسع قوي، وقدم صورة ضخمة جدا عن الكون وقد ايه الزمكان معقد، وقدم كون عظيم جدا لدرجة تخلي الاطروحة الدينية من وجهة نظره تبدو ضيقة قوي وساذجة ومقتصرة فقط على الفهم البشري البسيط للكون وللزمن. وفعلا لما تيجي تفكر فيها، في تناقض او تعارض واضح جدا بين السردية الدينية والسردية العلمية. ساعات دي اكتر حاجة ممكن تعمل لك ارتباك فكري لما تيجي تقارن بين الاثنين. السرديه الدينيه بتحط الانسان في مركز الوجود، الكون كله بمجراته وكواكبه ونجومه وقمره اتعمل عشانه، والتاريخ الانساني هو المحور اللي اتعمل عشانه، قصه الخلق والبدايه والنهايه. انما السرديه الفيزيائيه عايزه تفهمنا ان الانسان ده مهمش جدا وزائل، وان الكون موجود قبلنا بمليارات السنين وهيفضل بعدنا بتريليونات السنين، وان القوانين الفيزيائيه محايده تماما ومش مهتمه خالص بوجود الانسان او مشاعره او مصيره. الثقب الاسود هيبلع الكوكب بغض النظر اللي عايش عليه ده شرير ولا طيب. السرديه الدينيه غالبا بتتعامل مع الزمن على انه خط سير مستقيم، خلق، حياه، موت، بعث، اليوم هو اليوم، الاحداث ماشيه بترتيب زمني ماشي على الكل. انما الفيزياء النسبيه عندها راي اخر، الزمن مش ثابت، الزمن ماده مرنه بتبطأ وتسرع وتنطوي بسبب الجاذبيه او السرعه. ده بيخلينا نتساءل وبيخلينا نحس ان فكرة الترتيب الزمني التقليدي اللي موجود في النصوص الدينية محتاجة اعادة تأويل او نشكك في الفيزياء نفسها. كمان السردية الدينية معتمدة على التدخل الالهي والمعجزات، يعني ممكن نخترق القوانين الطبيعية بقرار علوي، بينما السردية العلمية بتقولك ان اي شيء في الكون حتى نشأة الحياة او نهايتها هي نتيجة معادلات فيزيائية ما بتتغيرش ما بتقفش وماشية في نفس الاتجاه الى الابد. وطبعا السرديه الدينيه بتقول ان كل شيء في الكون له سبب وله حكمه من وجوده، انما الفيزياء الحديثه بتقول ان الجاذبيه بتشد الاشياء مش عشان هدف معين، بل لان الكتله بتشوه نسيج الزمكان مش اكتر. التصادم ده هو اللي بيخلي العقل وهو بيشوف فيلم زي انترستيلر يحس انه واقف بين عالمين: عالم ايماني روحي فيه غايه وقيمه معنويه واحساس بالاهميه، وعالم علمي مادي ماتيرياليستيك كله تجارب ومعادلات، وتحس ان القوانين اكبر واعقد من الطرح التقليدي المبسط، ومحدش في ايده اي قدرة انه يغيرها او يتحكم فيها. لو رحت لواحد مؤمن بالسردية الدينية ومؤمن بان في نهاية حتمية وان في يوم ما هتنتهي حكاية البشرية والابتلاء والاختبار، ومؤمن بلحظة الصدمة الاخيرة زي علامات الساعة وشروق الشمس من مغربها وزوال الحياة، وقلت له ان العلم اكتشف ان الشمس هتكبر وتتحول لعملاق احمر وهتبلع عطارد والزهرة والارض بعد حوالي 5 مليار سنة، غالبا مش هيصدقك. بص، انا مش ساحر، بس انت غالبا اول مره تشوف فيلم انترستيلر استمتعت بالتجربه البصريه والموسيقى التصويريه وبتاع، بس انت فضلت مبلم ومش فاهم حاجه ومتنح طول الفيلم. وطبعا لانه طويل وممل 3 ساعات انت زهقت اساسا وما كملتوش او كملته بالعافيه. لكن لما لقيت الناس كلها بتتكلم عن الفيلم وقد ايه هو فيلم عظيم وافضل فيلم في الدنيا وغير حياتهم وبتاع، قلت تتفرج عليه مره تانية، والمره دي حسيت انك قادر ترتبط بالمشاهد العاطفيه شويه، وممكن كمان
واحتمال تكون شفت فيديوهات شرح كتير على اليوتيوب للزمكان وتمدد الزمن والجاذبية والنسبية وسرعة الضوء، فقلت تتفرج عليه مرة تالتة، وغالبا المرة دي بدأت فعلا تحب فيلم انترستيلر وتحس انه اكتر من مجرد فيلم ترفيهي. مش انت لوحدك اللي مريت بالتجربة دي، كل الناس وحتى النقاد نفسهم اللي هم بيبقوا اول ما يشوفوا الفيلم ما فهموش الفيلم في البداية، بس لما فهموا الفيزياء اللي فيه حبوه جدا. الممتع ان نولان مش قاصد يتحنيك، مش قاصد يعمل لك افلام صعبة عشان يستعرض او يحط نفسه في مكانة اعلى من المشاهد. هو بيعمل لك فيلم متكامل. يعني ايه متكامل؟ يعني زي كأنه آلة كل ترس فيها لازم يركب في التاني عشان الآلة كلها تشتغل. نولان بيحب حاجة اسمها parallel editing. فيلم زي دانكيرك مثلا متقسم ل3 خطوط زمنية، اسبوع في الشط، يوم في البحر، وساعة في الجو. الانتقال بين ال3 بيوصلك لنفس الذروة في نفس اللحظة رغم اختلاف مقياس الزمن. نولان بيحب كمان الدايرة المقفولة، ان النهاية تكون مرتبطة مع البداية. فيلم زي ذا برستيج بينهي الفيلم بنفس مشهد البداية. وكمان نولان بيحب جدا يستخدم الزمن في افلام نولان هو شخصية بحد ذاتها، ليها دوافع، ليها اهداف، وليها تأثير مباشر على ابطالنا، وده بنشوفه في اوضح صورة في فيلم انترستيلر. بس اشمعنى فيلم انترستيلر هو تقريبا يعني افضل فيلم لكريستوفر نولان؟ ناس كتير بتعتبره هو الافضل فعلا، وفي ناس كتير بتعتبره افضل فيلم شافوه في حياتهم، برغم ان نولان عمل افلام حلوة، كل افلامه حلوة وكلها برضو كانت تقيلة وصعبة ومعقدة وعميقة وطويلة. او بصيغة اخرى، ليه فيلم انترستيلر هو الاكثر تأثيرا، هو اللي معلق في دماغنا، هو اللي غير مفاهيم كتير وخلى ناس كتير تعيد التفكير مرة اخرى في حاجات مختلفة. الفيلم ده مثلا ورانا جانب تربوي، علاقة الاب ببنته اللي ابهات كتير ارتبطوا بيها وحسوا انها بتفكرهم بعلاقتهم باولادهم. جانب علمي طبعا، شفنا زمكان وشفنا سفر عبر الزمن، شفنا كواكب ومجرات وسفن فضائية وثقوب سوداء. وجانب فلسفي، جانب وجودي، وده من اعمق الحاجات اللي هتاخدها من فيلم انترستيلر. وقد ما هو جانب ممتع ومهم ومؤثر، فهو برضه جانب مظلم سوداوي هيخليك تفكر. كوبر اللي بيعمل دوره ماثيو ماكونهي في الفيلم اصلا بيشجعك على التفكير العلمي. لما بنته بتقول له انا عندي شبح في الاوضه، بيقول لها العلم معناه اننا نعترف باللي ما نعرفوش، العلم قايم على الاختبار والادله الملحوظه، لازم تسجلي الحقائق وتحلليها وبعدين تقدمي استنتاجك. مشهد عبقري وممكن نقول عليه مشهد الحادي ثعباني فعواني شويه. هو حول الغموض لظاهره ممكن نذاكرها. كوبر هنا مهندس وفيزيائي سابق، عقليته ما رفضتش كلام بنته، هو بس قال لها بدل ما تخافي من الظاهره الغريبه دي اتعاملي معاها كداتا، بيانات، اجمع المعلومات. الكتاب بيقع امتى، الكتاب بيقع ازاي، واكتبي ده في الكراسه عندك، حللي اللي لاحظتيه، استنتجي مش عارف ايه، مش عارفه تستنتجي خالص قولي معرفش. المهم ما تخليش دماغك تسوحك بقى وتقولي تفسيرات غيبيه روحانيه خارقه للطبيعه شرق اوسطيه. عندنا احنا في الغرب الكلام ده ما بيعجبناش. مشهد تاني في بدايه الفيلم برضه، كوبر بيجيله استدعاء ولي امر من المدرسه اللي ولاده بيتعلموا فيها، بيقولوا له انه بنته بتتخانق مع زمايلها عشان كانت عايزه تقنعهم بان البشر طلعوا القمر وان ناسا بعتت مهمه ابولو 13 والكلام الفارغ ده. كوبر بيقول لهم انتوا مش مصدقين ان احنا طلعنا القمر فعلا؟ بيقولوا له احنا صححنا المنهج من زمان، ما عادش بنعلم العيال الكلام الفارغ ده، دلوقتي بقينا بنعلمهم ان قصه الصعود القمر دي امريكا كانت مؤلفاها وجايبه ستانلي كوبريك عشان يخرج الفيلم ده كله، وفبركنا الصعود للقمر والعالم الامريكي والحوار ده كله عشان كنا عايزين نحط على الاتحاد السوفيتي اعلاميا. مشهد عبقري برضه بس خبيث برضه منطقيا. نولان هنا وقع في مغالطه اسمها رجل القش. هو جايب 2 احمرة خالص ما بيفهموش، ما جابش نقد حقيقي او حجة قوية من المدرسة، هو عمل نسخة كرتونية وهشة من الرأي الاخر، او يعني هما ما عندهمش اي نوع من الكاريزما او الردود المنمقة، وتحسهم مرتبكين كده ومكسوفين ومش عارفين يردوا على كوبر وقاعدين بس بيهبدوا اي كلام. مديرين شكلهم متجمد، تفكيرهم بيروقراطي محلي، وافقهم ضيق جدا، مجرد ناس عاوزين يخرجوا فلاحين عشان ازمة الاكل. وخلاهم يتبنوا واحدة من اضعف واشهر نظريات المؤامرة، اخراج ستانلي كوبريك للهبوط على القمر وبتاع، بدون ما يديهم اي مساحة للدفاع عن نظرية الاقتصاد والموارد اللي الكوكب بيمر بيها بشكل منطقي. النتيجة
المشاهد تلقائيا بينحاز لكوبر، لان اللي قاعدين قدامه بيتبنوا موقف شكله جاهل وسهل الهضم، بينما طبعا كوبر بكاريزما ماثيو ماكونهي، وان هو اصلا فيزيائي سابق واشتغل في ناسا قبل كده، بيقول لهم انتوا عارفين ان الاجهزه اللي انتوا بتقولوا عليها ملهاش لازمه دي لو كانت لسه موجوده فعلا كانوا اكتشفوا المرض اللي موت مراتي، وكانت زمانها عايشه دلوقتي وبتسمع الهبد اللي انتوا بتقولوه ده، بس على فكره هي شخصيتها بارده اكتر مني، ما كانتش هتبقى عايزه تقوم تخبط دماغكم في الحيطه زي كده. الجمله دي ذات نفسها اللي كوبر قالها فيها مغالطه الاحتكام للعاطفه، هو دخل تجربته الشخصيه جوه النقاش عشان يشحن المشاهد بعاطفه قويه جدا تخلي اي رد منهم بعد كده يبدو خالي من الانسانيه والرحمه. كوبر بيدخل قصه وفاه مراته بالسرطان عشان اجهزه الفحص ما بقتش موجوده، وبيربط بين التقدم العلمي والفضائي بالحياه والموت على المستوى الشخصي. منطقيا ان الانسان يروح للقمر مش بالضروره يبقى السبب المباشر اللي كان هينقذ مراته من المرض، بس الجمله اللي بيقولها عاطفيه زياده عن اللزوم عشان يحطهم في خانه ان هم جهله وما بيفهموش. نولان برضو مش سهل، ما بيعملش فيلم محايد، افلامه جدليه، وواضح انه بيميل للطرف العلمي اللي بيقول ان الارض كرويه وان ناسا قدرت تستكشف الفضاء، واضح انه بيسخر تماما من اصحاب نظريه الارض المسطحه، وبيسخر كمان من الامريكان الاغبياء اللي هيضيعوا امريكا، اللي فعلا هيجوا في وقت ما يضربوا العلم بعرض الحائط ويقولوا الارض مسطحه فعلا، برغم ان اصحاب نظريه الارض المسطحه مش بالسذاجه دي، في منهم عنده حاجه قويه جدا، في اللي بيقول ان الارض مش كرويه لانهم مش شايفين الانحناء وبيقدروا يشوفوا الاجسام البعيده بالتلسكوبات عبر البحار، فلو الارض كرويه المفروض ما يشوفوهاش. وفي اللي بيستند لنصوص دينيه، في مسلمين مثلا شايفين ان الارض مسطحه لان في ايه بتقول والى الارض كيف سطحت. ناس كتير بتفسر سطحت يعني توسعت او تمهدت، وفي ناس بتفسرها على ان فعلا الارض مسطحه عند الاطراف. طب وهو ليه نولان بيعمل الخبث الدرامي ده؟ نولان عاوز يبني عالم ديستوبيا مليان يأس واحباط، عالم قرر يستسلم ويمحي الانجازات البشريه عشان ياكل ويشرب، فعشان يخلي كوبر يسافر للفضاء ويبقى مشروع قومي انساني لازم يخلي المؤسسات اللي حواليه زي المدرسه والحكومه والمجتمع بيمثلوا الجهل والتراجع والاستسلام، ويخلي كوبر هو الشعلة الوحيدة للعلم والفضول البشري، فبيستخدم مغالطات زي دي عشان الفيلم دراميا يكون فعال جدا ويخلي الجمهور يكره المعطيات الحالية ويبقى مستعد يطير مع البطل في رحلته للمجهول. سفينة الاندورنس اللي كانت يعتبر ضخمة جدا، في مشاهد في الفيلم ليها وهي مجرد حاجة صغيرة قوي ماشية في الفضاء. نولان استخدم اسلوب في الاخراج اسمه كوزميك هورور، الكاميرا بتبعد قوي عن السفينة لدرجة انها حرفيا مجرد نقطة بيضاء ماشية في وسط فراغ سحيق مرعب. مش بس كده، هو بيستخدم كمان عامل الصوت. جوه السفينة في اكسجين فاحنا سامعين الشخصيات وسامعين الموسيقى، وفي اثارة وتشويق. بره السفينة مفيش صوت صرصور الحقل حتى. نولان عاوز يوصل لك احساس ان الفضاء اللي بره ده كبير جدا، لا مهتم بوجودنا ولا مهتم بصوتنا. الصمت بيخليك تحس بقسوة الفراغ الكوني. انت من خلال المشاهد دي تقدر بسهولة تستوعب حجم الفجوة بين المقياس البشري ومقياس الكون الخارجي. السفينة بالنسبة للثقب الدودي او لزحل او للثقب الاسود اللي هو جارجانتوا اصغر من حجم ذرة غبار. اللقطة دي بتختصر كلام كارل سيجن لما قال على الارض انها بيل بلو دوت او نقطة زرقاء باهتة عايمة في غبار كوني. كمان الفكرة ان ابطالنا خلال رحلتهم دي المفروض هيعدوا على 3 كواكب عشان يشوفوا انه الاصلح للحياة. بيعدوا على كوكب ميلر في الاول، ولكن بيكتشفوا انه عشان قريب قوي من الثقب الاسود فالمد والجزر عليه عملاق جدا، الامواج عليه حرفيا شبه الجبال، واصلا قربه لحاجة شديدة الجاذبية زي الثقب الاسود خلى التمدد الزمني عليه مرعب. ساعة على الكوكب ده بتساوي 7 سنين. بيسيبوا الكوكب ده وبيروحوا لكوكب تاني اللي هو كوكب دكتور مان. ده كوكب بعيد عن الثقب الاسود فما فيهوش التمدد الزمني المرعب ده، ولكن بيكتشفوا ان الكوكب ده ما فيهوش ارض صلبة اساسا. الكوكب ده عبارة عن غاز امونيا ولكن متجمد وصلب جدا، والغلاف الجوي بتاعه عبارة عن امونيا مركزة جدا ومفيش اكسجين. اي بني ادم هيتنفسه هيموت. فطبعا السر كله في الكوكب الثالث،
كوكب دكتور إدموند اللي إلى حد ما يشبه الأرض في بيئة مستقرة نسبيا تصلح شوية للحياة البشرية عليه. ركز معايا كده في طبيعة الكواكب دي واختلاف كل كوكب عن الآخر، هتلاقي إن نولان عاوز يقولك إن الكون مفهوش حاجتين شبه بعض، كل كوكب له خصائص فريدة جدا من نوعه زي البصمة بتاعت الصوابع بالظبط. وطبعا احنا عارفين إن التنوع يساوي تطور، بس احنا هنا مش قدام تطور حيوي داروين بقى والإنسان والقرد والكلام ده، احنا قدام تطور كوني مثبت علميا وفيزيائيا ان الكواكب نفسها بتتطور عبر ملايين السنين. الارض مثلا زمان ما كانتش شبه اللي احنا عارفينها دلوقتي، كانت مجرد صخور بركانيه محروقه ومفيش اكسجين. البيئه الكوكبيه الخضراء والزرقاء اللي احنا بنشوفها دي هي نتاج تطور فيزيائي وكيميائي مستمر. 3 كواكب بتوع فيلم انترستيلر دول مثلا لو ظهرت حياه على اي كوكب من دول مستحيل تكون شبه الحياه على الارض. اي حياه هتنشأ على اي كوكب هتتشكل بناء على الضغوط البيئيه زي شده الجاذبيه والمكونات الغازيه ومستويات الاشعاع ودورات اليوم والليل. في كتابه ذا ايج اوف ريزون، توماس بين احد الفلاسفه الملحدين قال ان كرويه وتعدد العوالم والتطور الكوني يجعل السرد الديني يبدو محليا جدا. بصراحة أنا بحب أشوف الموضوع من منظور إيجابي شوية برضو. نولان لما لقى إن المعادلات والنظريات والفيزياء والرياضة كلها بتنهار تماما عند نقطة السنجولاريتي، قرر إن أكيد في بعد خامس غير ال4 أبعاد اللي نعرفهم. البعد الخامس ده ممكن يكون هو الله، ممكن يكون الكيان الغير مادي اللي غير خاضع للقوانين دي كلها لأن هو نفسه اللي عملها. ولكن نولان ما بيقولش إن هو الله، هو بيقولك إحنا عندنا 5 أبعاد. أول 3 أبعاد هما المكان الإكس والواي والزي، والبعد الرابع هو الزمن زي ما أينشتاين قال، والبعد الخامس هو الحب. ما هو كده البعد الخامس ده اولا هو مجهول، ثانيا غير خاضع للقوانين الفيزيائيه، وثالثا قوه سوبر ناتشورال او غير طبيعيه ما بتحتاجش طاقه، او لو فيها طاقه فهي ما بتخلصش. الثالث من الفيلم طبعا بنشوف فيه افكار حلوه جدا عن الحب والايمان الداخلي واهميه العاطفه، ولكن ممكن ناس كتير وهي بتتفرج على الفيلم تفهم الموضوع غلط وتاخد الموضوع بشكل حرفي. بس الفيلم نفسه ما بيقولش انه ادق حاجه علميا في الدنيا، لان العلم نفسه بيسعى انه يضحد نفسه او يفند نفسه. لما نولان يسأل كيب ثورن عن الثقوب السوداء او نقاط السنجولاريتي بيقول له هل ممكن نعمل كذا، يقول له مش قوي. طب هل ممكن نعمل كذا، يقول له ما اعرفش. فاصلا العلم نفسه مش كافي انه يرد على الاسئله، العلم نفسه متواضع. انت بتسأل نفسك سؤال كل يوم بتلاقي نفسك حسبتها غلط، فكل يوم انت بتصحح نفسك، وهي دي ميزه العلم انه بيصحح نفسه يوم عن يوم. يعني فيلم انترستيلر نفسه بعد كل الفراغ الوجودي اللي بيحطك فيه ده بيعترف في النهايه ان في حاجه غير طبيعيه هي اللي ادت لوجود كل ده. دكتور ايميليا براند اللي بتعمل دورها ان هاثاواي بتقول انها واثقه في العالم بتاع دكتور ادموند لان هي بتحبه، وجايز الحب ده هو البعد الخامس اللي بيخليني احس ان ده الكوكب الكويس اللي صالح للحياه عليه. ولكن كوبر ما بيصدقش اي حاجه غير علميه، هو ماشي بمبدا الملاحظه، الاستنتاج، التقرير، التسجيل، نفس المبدا الصارم المحايد بتاع قوانين الفيزياء في الكون ماشيه بيه. في النهايه بيوصل لكوكب دكتور مان اللي بيعمل دوره مات ديمون، ولما بيروحوا هناك بيستغربوا جدا ازاي كوكب متجمد بالشكل ده ومليان امونيا يبقى هو الكوكب اللي صالح للحياه عليه. وفعلا بنتفاجئ ان دكتور مان هو اللي قتل الكرو بتاعه او الطاقم بتاعه وقتل الروبوت اللي كان بيخدمه، وكان قاصد يخدع كوبر وزور المعلومات اللي بتقول ان الكوكب ده صالح للحياه عشان ييجوا بسفينه الاندورنس، فلما يموتهم كلهم يستولي على سفينتهم ويرجع بيها لكوكب الارض. كوبر صدق دكتور مان في البدايه لانه ماشي بمبدا محايد، مش ماشي ورا الحب والعاطفه زي دكتور براند. لكن دكتور براند صدقت ادموند لان اللي كان بيحركها هو البعد الخامس الغير خاضع للقوانين الفيزيائيه. كمان لما كوبر وقع في مشهد التسركت ده وقدر يتحكم بالبعد الخامس ده كان لانه بيحب بنته جدا. طاقه الحب دي هي اللي خلته يقدر يتواصل معاها ويبعت لها اشارات، وهي اللي خلته يتواصل مع دكتور براند وهي في السفينه، وكمان هي اللي خلته يرجع مره تانية ويقابل بنته. سمي الحب ده زي ما انت عايز، سميه الحب، سميه الله، سميه القدر، سميه الايمان. ناس كتير بتتفرج على الفيلم بتتريق عليه، يقول لك الفيلم كان ماشي بجديه جدا في الاول وجاي في الاخر يقول لي ان البطل انتصر بقوه الحب، وده كلام
مش علمي خالص. معذورين، العقل البشري بيميل اكتر فعلا انه يصدق الحقائق العلميه الماديه الملموسه اكتر من انه يصدق غيبيات وروحانيات، لان لما تفسر نشأة الكون او الظواهر الغريبه اللي فيه بالغيبيات والروحانيات كده انت وقعت في مغالطه منطقيه اسمها God of the Gaps. احنا مش عارفين الكون ده جه ازاي، في فجوه كبيره جدا قدامنا دلوقتي، ومش عارفين تفسير الظواهر الكونيه اللي بنشوفها حوالينا. هنا عندك خيارين ملهمش تالت، يا اما تحاول بقدر الامكان تملى الفجوه دي باي تفسير، اي حاجه بقى، الحب، الله، الايمان، القدر، كائنات فضائيه، او تتبنى موقف اللا ادريه، يعني تقول معرفش. وده المبدا اللي كوبر كان ماشي بيه وبيعلمه لبنته، ان العلم نفسه بيعترف بانه ما يعرفش. في النهايه هيفضل الموضوع زي ما هو، ناس تشوف الفيلم تحس ان الكون كبير قوي مقارنه بالنصوص الدينيه المحليه، وناس تانية هتحس ان ضخامه الكون ده هو نفسه دليل على صحه النصوص الدينيه، والفن هو الوحيد اللي يقدر يجسد الصراع ده بشكل محايد. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك والجرس والحاجات دي، وقولوا لي ارائكم في الكومنتات، ونشوفكم على خير ان شاء الله.